السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم من جديد. تحيه كبيره للناس اللي كيتابعونا وكيشجعونا ديما. اليوم جبنا لكم واحد الموضوع اللي بصراحه شاغل بزاف ديال المغاربه، سواء اللي باغي يشري دار ولا اللي باغي يبيع ولا حتى اللي غير مهتم بالاستثمار والفلوس. الموضوع هو الوضعيه ديال القطاع العقاري في المغرب في 2025. هضرنا بزاف في الفيديوهات السابقه على العقار، ولكن هاد المره غادي يكون شي حاجه مختلفه كليا. غادي نتعمقوا في المواضيع ما عمركم ما سمعتوها، وغادي نفسروا كيفاش هاد السوق اللي كيبان واقف الثمن فيه طالع ظاهريا، ولكن في الحقيقه المعاملات نقصت بزاف، واللي كيشري اليوم راه كيدفع اقل بالقيمه الشرائيه مقارنه مع العام اللي فات. غادي نفسروا بالارقام علاش الاثمنه الحقيقيه هبطات، علاش المبيعات نقصات، كيفاش الدعم الحكومي ساهم بطريقه غير مباشره في تجميد السوق، وشنو هو السر الكبير في صمود العقار في المغرب، الجاليه المغربيه اللي عايشه برا. وفي الاخير غادي نعطيو حلول اللي ممكن تخرج السوق من هذه الازمه الصامته. ولكن قبل ما نبداو الغوص في هذا التحليل العميق، ما تنساش دير واحد اللايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا. دعمكم كيعطينا واحد القوه نستمروا ونزيدوا نجيبوا لكم محتوى موزون. اول حاجه الوضع الحالي، الارقام الرسميه كتعطي انطباع زوين. مؤشر اسعار الاصول العقاريه طالع بواحد النسبه صغيره 0.15% في الربع الاول ديال 2025، ولكن ملي كنحسبوا التضخم كنلقاو ان الاسعار الحقيقيه هبطت بواحد النسبه مهمه حوالي 1.43%. يعني المواطن اللي كيمشي يخلص الدار في 2025 في الحقيقه راه كيشري ارخص من العام اللي فات بالقيمه الشرائيه. نفس الشيء بالنسبه للشقق، ناقص 1.32%، المنازل العاديه ناقص 1.64%، الفيلات ناقص 2.82%، وحتى الاراضي ناقص 1.73%. ثاني حاجه كاين الحجم المعاملات. هنا الازمه كتبان بوضوح، المعاملات نقصات ب 14.5% في العقار السكني، والتقارير كتهضر حتى على 30% في بعض الحالات. يعني السوق دخل في جمود سعري، الملاك ما بغاوش ينقصوا، المشترين ما قدروش يشريوا، والصفقات كطيح. وهذا دليل ان الهبوط شامل تقريبا في جميع المدن الكبرى. السؤال هنا علاش ما وقعش الانهيار بحال اسبانيا؟ الجواب عنده 4 اسباب كبار. اولا الدعم الحكومي اللي كان خاصو ينقص الاسعار كيخليها مجمده، حيث البائعين كياخذوا الدعم في الثمن. ثانيا الجاليه المغربيه بالخارج، استثماراتهم كتفوق 70% في القطاع، وهاد التدفقات النقديه كتحافظ على السيوله في السوق. ثالثا النقص الهيكلي في العرض، خصوصا الشقق الصغيره اللي طلب عليها كبر ب 15%، والعرض نقص بناقص 9%. رابعا التعقيدات الاداريه والنوار، بزاف ديال الصفقات كتمشي خارج الاطار الرسمي، وهذا كيخلي السوق غامض. اسبانيا طاحت حيث كان عندها اقراض بنكي مفرط، مضاربه كبيره. المغرب بالعكس، القروض متحكم فيها، والمغاربه اللي برا كيغديو السوق بالنقد. النتيجه ركود طويل الامد، ماشي انهيار كارثي. ولكن شنو هي الحلول الممكنه؟ خاصنا اعاده الهيكله الدعم باش يستهدف الفئات اللي محتاجه بصح، الشفافيه ومحاربه النوار بالرقمنه المعاملات، تسهيل الرخص وتحفيز الشركات المحليه للبناء، تحديد اثمنه مرجعيه واقعيه حسب الجهات. السوق العقاري المغربي في 2025 ماشي نازل كارثيا، ولكن عايش ازمه صامته اللي كتحتاج اصلاحات شجاعه وجريئه باش يرجع النشاط والحركيه. شكرا بزاف على المتابعه، نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا التحليل. خليو لي رايكم في التعاليق، واش كتشوفوا ان العقار غادي يطيح مزيان في السنوات الجايه ولا غادي يبقى واقف؟ ما تنساوش واحد لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد ديالنا، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.